من فترة للتانية الواحد بيحتاج ان هو يقعد مع نفسه ويفكر في حياته، ويفكر في الحاجات اللي وصل لها والحاجات اللي عايز يوصل لها، ويفكر في شكل حياته بشكل عام كده، هو ماشي صح ولا غلط، او حتى اذا كان بيعمل حاجة غلط فايه هي الحاجات الغلط اللي هو بيعملها. لان اكيد يعني احنا مش دايما ماشيين صح، او ساعات مثلا بنتعثر، وساعات بنتأثر بالمجتمع المحيط بينا. حتى لو احنا كنا شايفين حاجات معينة غلط، إلا إننا مثلا ممكن نقع فيها، أو ممكن نضعف، أو ممكن آم، نتنازل عشان خاطر نواكب الموضوع، أو عشان خاطر نبان إن احنا متحضرين، أو ناس عاديين. وفي الحقيقة إن احنا مهما عملنا مش هنبقى مبسوطين، ولا حتى هنبسط اللي حوالينا في مجتمعنا، او في دولتنا، او حتى في العالم كله، لان الناس المعايير بتاعتها مش متفقة. الناس مش متفقة على حاجة معينة. والضعف البشري ده، وحب ان احنا نظهر دايما كويسين، او ما فيناش حاجة غلط، دايما بيخلينا نتغير من فترة للتانية، واحوالنا كده تبقى متقلبة. ما نبقاش على حال واحد، او ماشيين في طريق واحد، لان احنا دايما عايزين نبقى شبه اللي حوالينا. حسيت ان انا الفترة اللي فاتت ما كنتش في احسن صورة، او ما كنتش ماشي في احسن اتجاه من وجهة نظري، وحاجات كتير كنت بعملها صح فجأة اختفت، او عبادات كتير مثلا قلت، او عادات معينة كنت متعود عليها، او كنت بدأت اعود عليها نفسي برضو اختفت. حاجات غلط كنت متجنبها فجأة ابتدت تظهر، معرفش ليه. بس انا مؤمن ان اي حاجة بتحصل لك، حتى لو انت مش السبب الرئيسي او الاساسي فيها، لان فعلا ممكن تكون حاجات خارجة عن ارادتك، بس بطريقة ما الحاجة اللي بتحصل لك دي برضو انت سبب فيها، او حتى لو ما كنتش سبب فيها فهي حصلت باذنك. فحسيت بالسوء لدرجة انا ما كنتش حاسسها من فترة كانت الى حد ما طولت شوية. وانا من الناس اللي بتحس دايما بالتقصير، ولما بحس ان انا مقصر في حاجات، او بعيد مثلا عن ربنا، او مقصر في شغلي او دراستي او كذا، بحس ان انا لا، لازم اقعد مع نفسي، لازم اعاتب نفسي، لازم افهم نفسي شويه حاجات معينه. مش عايز اسيب نفسي كده وخلاص. فلاول مره من فتره طويله احس ان انا مش عايز اقول مثلا في حاجة معينة صغيرة عايزة تتغير، او عايزة اغير كذا حاجة. لا، انا اول مرة احس ان انا عايز اقول لنفسي انت كلك على بعضك محتاج تتغير. انت كلك على بعضك بعيد اصلا عن اللي انت عايزه، او عن اللي انت متصوره، او اللي انت عايز تكونه. او يعني اللي هو بقول لنفسي انت خلاص، انت بقيت مطرب، وعايز تنفض التراب ده من على نفسك، او انت بقيت قديم بزيادة لدرجة ان انت خلاص يعني صديت. عايز تتجدد تجديد مش طبيعي. عايز تتغير. وانا فعلا عايز اعمل حاجات كتير، عايز اتغير، عايز اغير جوانب كتير في حياتي، او توجهات كتير، او عايز التزم او اتمسك اكتر بحاجات مش عايز يبقى سهل التفريط فيها بالنسبة لي. بس انا اكتشفت ان انا ما بعملش ده، ما بتمسكش التمسك الكفاية، او بتأثر. حاجات كتير محتاج ان انا اشتغل عليها في نفسي عشان اكون الشخص اللي انا عايزه، لان انا متصور دايما ان انا مش شخص عادي. وممكن كل الناس تكون متصوره التصور ده، بس ليه يعني ليه طالما انا عندي الامكانيات اللي تؤهلني ان انا اعمل كذا، او ربنا اداني امكانيه معينه او هبه معينه، انا ما استعملش الهبه دي في ان انا في ان في ان دي تكون خير ليا وخير للناس. اقسمت كتير جدا وعهدت ربنا كتير جدا ان انا اتغير، او ان انا ادفع نفسي لقدام، ما ارجعش لورا، ان انا احافظ على ديني واحافظ على نفسي وحاجات كتير. ولكن دايما بضعف، دايما الدنيا بتاخدني، ودايما برجع لنفس الزون، وساعات ببقى اسوأ. واكتشفت الاسباب، يعني مؤخرا اكتشفت الاسباب دي، الا وهي ان انا محتاج
صحبة صالحة حواليا تشد بإيديا. يمكن ده ما كانش موجود بشكل كافي، بحكم ان مثلا ان صحاب كل واحد في حتة وكل واحد في دنيته في العالم بتاعه. بس فعلا لقيت ان انا ما عنديش صدق، ما عنديش الصدق الكافي ان انا اخد بالاسباب دي، ان انا استعين بربنا سبحانه وتعالى وادور والاقي. وفعلا لما دورت لقيت الصحبة الصالحة. اكتشفت ان بمجرد عادات بسيطة جدا انت ممكن تحافظ عليها، لا هي هتاخد من وقتك ولا تاخد من يومك كتير جدا، ولا حتى تاخد من نفسيتك مجاهدة كبيرة جدا اللي انت ممكن تكون متخيلها عشان تتغير. الموضوع ما هو الا خطوات بسيطة جدا، ما هو الا ان انت بتضحك بس على نفسك، او بتكذب على نفسك، او بتدعي الشخص اللي انت عايز تكونه. حتى لو انت مش عارف تكون كويس، فانت ادعائك ان انت كويس ده مش ممارسة الحياة بتاعت الناس الكويسين بالنسبة لك، مش حاجة وحشة. يعني مثلا انت لو وزنك زايد وعايز تخس، انت ممكن يكون بالنسبه لك الواو فعلا هو ان انت تخس، وان انت يكون عندك جسم رياضي او جسم كويس، الحاجات دي كلها. بس عمرك ما هتعرف تكون كده غير لما تمارس الافعال اللي بيعملها الشخص الرفيع او الشخص الرياضي ده في حياته. الشخص الرياضي ما بيركبش مواصلات كتير، لا بيمشي على رجله كتير، او بيلعب رياضه، او بيركب عجله، ما بياكلش كتير. انت لو حطيت في اعتقادك ان انا فعلا شخص رياضي وان انا فعلا شخص رفيع، حتى لو انت تخين بطريقة ما هتبقى الشخص الرفيع اللي انت نفسك تبقى عليه. لكن لو حاطط في دماغك دايما ان انا وحش وان انا مش كويس وان انا الناس اللي حواليا مش كويسين وهكذا، عمرك ما تعرف تبقى كويس، ولا عمر حتى ما هيتهيألك ان الظروف اللي حواليك كويسة. مع الاخذ في الاعتبار برضو ان انت فعلا ممكن تتحدى الظروف دي مهما كان. فانا قعدت مع نفسي وكتبت الحاجات اللي انا فعلا محتاج ان انا احافظ عليها، او شايف ان حياتي هتستقيم الى حد ما بيها. شايف ان انا نظرتي تجاه نفسي هتبقى احسن لو انا اتبعتها. قسمت القواعد دي بعادات يومية محتاج ان انا اعملها، مفيش يوم يعدي غير لما اكون عاملها. قواعد في اكلي، قواعد في الشارع، قواعد في الجامعة، قواعد في الزيارات، قواعد في الكلام، قواعد في حاجات كتير جدا. حاسس ان انا لو اتبعت القواعد دي فعلا هبقى احسن، او فعلا نظرتي لنفسي هتتحسن كتير. وان ربنا سبحانه وتعالى ده الاهم، ان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عني وعن الطريق اللي انا ماشي فيه. اول حاجة اكتشفتها هو ان انا محتاج ان انا احافظ على الرياضة بشكل ما، او احافظ على ممارسة رياضة معينة بشكل ما، لان انا فعلا لاحظت ان انا بتحسن نفسيا كتير جدا، والضغط اللي عليا ده من الكلية ومن حاجات كتير كده بيخف جدا مع ممارسة الرياضة. تاني حاجة الادخار، هو ان انا احوش فلوس، لان انا لما بعمل كده واجيب حاجة لنفسي انا حاببها مثلا، او اطور حاجة معينة، اجيب مثلا لينس، اجيب كاميرا جديدة، اجيب حاجة، ده بيعود على نفسيتي بحاجة كويسة برضه. او كون ان انت عايز تعمل اي حاجة وحاسس ان انت تقدر تعملها برضه، ده احساس كويس حتى لو ما عملتهاش، بس احساس القدرة ان انت تقدر تعمل حاجة ده احساس في حد ذاته كويس. طبعا ودي اهم حاجة هي صلوات الجماعة في اوقاتها، ودي من الحاجات فعلا اللي بتفرق مع الواحد جدا في حياته وفي نفسيته وفي التعامل مع الناس، في حاجات كتير جدا في العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني صلاة الجماعة دي اللي هو فعلا يعني ما اعرفش ازاي انا مدرك لاهميه صلاه الجماعه وما بصليهاش. ربنا فعلا يهديني واقدر ان انا احافظ على صلاه الجماعه. بس انا دلوقتي مش في الزون بتاع اللي هو انا عايز، لا انا في الزون بتاع اللي هو لازم اعمل كذا، مش عايز او مش هحاول، لا لازم. رابع حاجة هي الأذكار، ذكر ربنا سبحانه وتعالى والمحافظة على الأذكار والحاجات دي كلها، لأن فعلا ده شيء بيطمئن القلب جدا وبيظبط عقلك وبيظبط اتجاهاتك، وبيعرفك دايما ان انت عبد لربنا سبحانه وتعالى، بيعرفك ان في حد جنبك بتستعين بيه، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي عمره ما هيسيبك وعمره ما هيتركك لنفسك او الدنيا ان هي مثلا تحط عليك او تكون فيها لوحدك. فيعني ربنا دايما موجود، وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففعلا دي من الحاجات اللي انا محتاج ان انا احافظ عليها جدا. محتاج ان انا اتبع شويه قواعد في اكلي، ان انا عايز اصوم كل يوم ما عدا الايام
منهي عن الصيام فيها، لان انا بحس ان انا لما بصوم انا نفسيتي بتستقر وبهدأ وبجتنب محرمات كتير ربنا سبحانه وتعالى حرمها، وبجتنب طرق كتير ممكن تؤدي لحاجات حرام وما بتعبش. فايه المشكله؟ محتاج ان انا اكل وجبه واحده بس بعد الفطار، ان انا اكل شيء بسيط جدا بالليل، مثلا سلطه او زبادي او اي حاجه، بحيث ان انا بس اسد جوعي. لكن مش عايز دايما ان انا احس بقصه ان انا شبعان وكده. ابطل سكر نهائيا، لان دي من الحاجات فعلا اللي بتفرق معايا جدا في تركيزي وفي نفسيتي وفي صحتي وفي حاجات كتير. ومحتاج ان انا ابطل ان انا اكل سريع، لان انا شايف ان في فلوس كتير جدا بتضيع فيه، خصوصا ان انا دايما اغلب الوقت ببقى مسافر جامعه وكده، ببقى بعيد عن البيت لوقت طويل، فهو الحاجه الوحيده السهله اللي انا بلجأ لها، بس يعني بشكل ما هو مش كويس لصحتي، وفي نفس الوقت بضيع عليه فلوس كتير جدا. مش عايز اشرب قهوه خالص او اي ملحقات ليها زي النسكافيه مثلا او الكابتشينو او الحاجات دي كلها، لان انا اصلا يعني دماغي خفيفه جدا وما بعرفش انام في العموم. كانت الدنيا بايظه الفتره اللي فاتت وباخد منوم وحاجات كده غريبه، اللي هو مش هينفع خالص. تمام. حتى لو انا شربت عصاير او اي حاجه فتكون من غير سكر ومفيش حلويات، ولو كلت حلويات فمش هاكلها غير في المواسم بتاعت الحلويات دي، اللي هو مثلا لو في العيد او في كحك او حاجه، فهو انا هراضي نفسي بس مش هقسى على نفسي، بس في نفس الوقت مش هراضي اي حد. عشان مثلا فكره ان انت تروح زياره او حاجه فلازم تاكل ولازم تشرب، لا انا مش هراضي اي حد، مش عايز اكل اي حاجه عند اي حد خالص، ولو كلت يبقى من باب جبر الخاطر مش اكتر، تبقى حاجه بسيطه، لان انا عايز احافظ على الوجبه الواحده في اليوم. القواعد بتاعت الشارع اللي انا حطيتها لنفسي هو ان انا اغض البصر، يعني امشي باصص في الارض دايما، لان انا شايف ان الشارع ما بقاش مكان مؤهل ان انت ترفع فيه بصرك او تمشي تبص او تمشي تتامل في الشارع او كده. والا لو انت عايز تتامل ففي مناظر طبيعيه كتير ممكن تتامل فيها، لكن انا شايف ان المحرمات حاجات كتير، من بوظان الشباب، من البنات اللي بيلبسوا مش كويس، من حاجات كتير. محتاج ان انا اغض البصر بشكل عملي عن كده، يعني فعلا الواحد محتاج ان هو يبص في الارض بدون ادنى مبالغه. محتاج ان انا اهتم بحاجه جدا، وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشارع. لو انا شفت مثلا حد من سني او شاب او اي حاجه بتحصل غلط، انا فعلا محتاج ان انا اروح امر بالمعروف وانهى عن المنكر، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده واجب، وكان سبب هلاك بني اسرائيل هو ان هم ما كانوش بينهوا عن المنكر. كان كل واحد بيقول طب ما في ناس بتغلط او في ناس بتعمل غلط او في ناس بتعمل حرام، فانا ماليش دعوه، كل واحد هو حر. والحقيقه ان السبب ده فعلا ممكن يكون هلاك لينا كلنا. فانا محتاج ان انا اهتم بالحته دي في نفسي جدا، وهعمل كده فعلا من وانا مروح دلوقتي. لو شفت في حد بيعمل حاجه غلط او حاجه فاقعه قوي باينه قوي، ذكر ربنا سبحانه وتعالى خصوصا في وسط الغافلين. يعني انا فاكر ان احد الصحابه هو عبد الله بن عمر تقريبا كان بيختار الاماكن اللي هي الناس بتغفل فيها عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، زي الاسواق مثلا، ويمشي يذكر ربنا فيها، لان عباده ربنا او ذكر ربنا سبحانه وتعالى وسط الغافلين ده بيبقى ليه اجر مضاعف، وبيبقى ليه فعلا اثر طيب على النفس. مش عايز ان انا، وهعمل كده باذن الله، ان انا مش همشي في شوارع فيها محرمات مثلا او فيها حاجات وحشه او حاجات لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى الا للضروره القصوى، اللي هو انا ما قداميش حل تاني غير ان انا امشي من الشارع ده وامشي من الطريق ده، غير ده فانا مش هعمل كده خالص باذن الله. مش عايز ان انا اقف مع بنات خالص، ودي ممكن حد يكون شايفها لا اللي هو عادي مثلا، او ان هو مش حرام او حاجه زي كده، بس انا شايف ان هو لا لو مش للضروره القصوى برضو فدي حاجه انا محتاج ان انا احافظ عليها جدا لاي سبب كان، حتى لو القرايب مثلا، فاللي هو السلام يكفي جدا. في شويه قواعد برضو كتبتها عايز اتبعها في الجامعه، ان انا اغض البصر، امشي دايما باصص في الارض وما ارفعش بصري، ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى في الغفله وفي الجو الغريب ده بتاع الجامعه، ان انا مش عايز اختلط نهائيا او ان انا اتعامل مع بنات قدر الامكان، لان الموضوع فتنه زايده قوي. مش عايزه اجتهد في ان انا اظهر حتى لو باشياء كويسه. انا لو بعمل شيء كويس فاحط في نيتي ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. فادت
الاخرين، مش لازم الظهور يعني. برضو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعه بالذات، ان انا ابدا مع صحابي بالرقه كثيرا وبالتعنيف قليلا وكل حاجه، بس المهم ان المصلحه وهي ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، وان انا عايز اشوف صحابي ان هم ناس كويسين تتحقق. برضو ان انا مش عايز افوت صلاه الجماعه ابدا في الجامعه، لان دي من الحاجات اللي انا لما فكرت فيها اكتشفت ان انا لو ما حافظتش على صلاه الجماعه دلوقتي بسبب ان انا مشغول في المذاكره، او بسبب ان انا مشغول في جامعه، عندي سيكشن، عندي كذا، بعدين هبقى مشغول في عياده، وهبقى مشغول في ماجستير، وهبقى مشغول في دكتوراه، وهبقى مشغول في تدريس، وهبقى مشغول في حاجات كتير جدا انا حاططها لنفسي مثلا، او ان انا نفسي ان هي تتحقق. بس اللي هو لو دورت على الاسباب اللي انت تبقى مشغول بيها هتلاقي كتير جدا. فانا مش عارف انا هموت امتى، ومش عارف لو انا فضلت مشغول كده، ودي الحقيقه، لان الحقيقه اصلا شاغله لوحديها، هحافظ على صلاه الجماعه امتى؟ ودي رقم واحد اصلا المفروض اكون محافظ عليها. يعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني في وقتها. عايز ان انا اعرض عن صغائر الامور او الحاجات التافهه، لان بشكل ما برضو الحاجات التافهه دي بتضعف الهمه بشكل كبير. فدي من الحاجات اللي انا عايز اعملها، هي واستغلال وقت الفراغ في شيء نافع. مثلا الحمد لله لسه بادئ في حفظ القرآن الكريم، ان انا اراجع مثلا الحفظ، اراجع اللي حفظته، اقرا في كتاب، اذاكر بعيدا بقى عن الاختلاط او رؤيه اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. في قواعد حطيتها لنفسي وانا راكب مواصلات او الباص بتاع الجامعه بالذات، لان الباص بتاع الجامعه في حاجات كتير غلط، في حاجات كتير مش عجباني وبتتعبني نفسيا، زي مثلا ان هم بيشغلوا اغاني بتبقى فعلا مثيره للمشاعر وللغرائز بشكل كبير. ولو انت فعلا ما بتسمعش اغاني بقالك فتره طويله، ولما بتيجي تسمع اغاني فعلا بتحس ان انت متضايق، بتحس ان انت مخنوق، فدي من الحاجات اللي انا مش هتقبلها. ان شاء الله برضو الموضوع باللين وكل حاجه وبالرفق، بس مش هكون متقبل ده، وهنهى عن المنكر، وهفهم الفقه بتاع النهي عن المنكر ده ازاي، وهستعين بالناس اللي فعلا ممكن يكون عندها نفس التوجه ده او نفس النية دي. هقعد في الاخر خالص في الكنبة اللي ورا دي، مع اني بتعب جدا منها وظهري بيتعبني وبيبقى الموضوع صعب جدا، بس مش عايز اتعرض للحاجات اللي قدام، زي مثلا الاختلاط، او زي ان الولاد تقعد تكلم البنات، او ان عينك غصب عنك تيجي على حاجة محرمة مثلا، او حاجة تتعبك نفسيا او تفتنك في دينك. اللي هو يعني اجتهد ان انت تبعد عن مواطن الفتن دي، وليك الاجر ان شاء الله. يعني ده كله احتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى، وباذن الله تؤجر عليه. برضو هو استغلال وقت الباص او المواصلات بتاعت الجامعه دي، اللي هم ساعتين او ساعتين ونص، احيانا رايح وساعتين جاي، اللي هو انت بتخش لك حوالي 4 ساعات او 4 ساعات ونص ضايعين من يومك. فحاول ان انا استغل ده في القراءه او في طلب العلم او في حفظ القران مثلا. المهم ان انا استغل الوقت ده، لانه وقت ضايع اصلا وانا ما بنامش فيه، يعني للاسف ما بعرفش ان انا انام فيه. فحاول ان انا استغل ده، يعني ما اسيبش نفسي كده وخلاص، او اقعد اسكرول في الموبايل او الحاجات دي. اصلا الموبايل يعني من الحاجات اللي انا هبعد عنها الفتره الجايه، اللي انا كنت بعيد عنها جدا. وان انا لما رجعت استعمل السمارت فون تاني، في حاجات كتير جدا في حياتي باظت وانا مش واخد بالي، واحده في واحده، لدرجه ان انا بقى يجي عليا الوقت تاني ان انا بعد ما كرهت فعلا ان انا امسك التليفون، بقى يجي عليا الوقت اللي انا كاره ماسك التليفون، بس مش ما ورايش حاجه، سايب كل اللي ورايا وماسك التليفون عمال بسكرول فيه. طبعا في الباص برضو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو انا شفت شيء مثلا يغضب ربنا سبحانه وتعالى، او شفت اي تجاوزات، ده واجب، انا مكلف والحمد لله تكون لدي العلم اللي هيبقى حجة علي. فانا هأثم لو انا ما بلغتش العلم ده او ما نهيتش عن المنكر الفظيع اللي انا شايفه قدامي. في قواعد برضو للزيارات، ان انا لو زرت حد مثلا، ان الزيارة دي لا تتعدى نص ساعة او ساعة بالكتير جدا، عشان مش عايز اتقل على اللي قدامي، وفي نفس الوقت عايز ابقى حريص على وقتي، لان التوجه اللي انا ماشي فيه ده، او ان انا عايز اطلب العلم او احفظ القرآن الكريم او اكون مجتهد في دراستي ومتفوق في دراستي، ده مش هيتحقق بكثرة المخالطة مع الناس او الزيارات الكتير او حاجات زي كده. وبرضو قصة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان انت دلوقتي بتطلب العلم، بتتعلم الحلال والحرام، وتتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمحتاج ان انت
انت تبلغ ده، واجب عليك ان انت تبلغ ده. ان انا مش عايز اتكلم كتير في احاديثي الشخصية او في اعمالي او كذا، لان ده برضو لاحظت ان هو بيضعف الهمة، بيضعف همتك في الاعمال. ولو في عمل معين انت كنت مخلص فيه فعلا، حافظ عليه، مجرد ما تكلمت عنه فعلا همتك بتضعف، والعمل ده ممكن ما يقلش، لا ممكن يختفي خالص. مش عايز ان انا اتكلم عن نفسي، حتى لو تكلمت عن طريق النصيحة مثلا او كده، يبقى مش بنفسي، مش انا مضرب المثل. لا، في ناس كتير هم مضرب المثل، وخير اسوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قواعد الكلام مع الناس ان انا هتكلم كلمات معدودة، مش عايز ان انا اتكلم كلمات مش مفيدة او ثرثرة ملهاش اي لازمة، او ان انا اغتاب حد او كده، وان انا لو قلت شيء يبقى اقول خيرا او اصمت، اقول حاجة فعلا مفيدة، اقول حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، اقول آية ربنا سبحانه وتعالى بيقولها في القرآن الكريم، يا اما ما اتكلمش كلام ملوش لازمة. لو انا عملت شيء غلط برضو في شوية قواعد حطيتها، هو ان انا اعجل بالتوبة، وان انا ابدأ من اللحظة الاولى، ايا كانت الغلطة اللي انا عملتها، وايا كان التجاوز او التقصير اللي انا عملته، ان انا اعجل بتوبتي وابدأ التوبة دي من اللحظة الاولى، وان انا اعترف بخطئي، سواء كان مع ربنا سبحانه وتعالى او مع نفسي او مع الناس، ان انا اعترف بخطئي، ان انا استغفر كتير جدا بعد الخطأ ده. في قواعد، لان من الحاجات اللي بقت مش منتشرة، لا بقت اسلوب حياة في حياتنا كلنا، او حاجات بقت مفروضة علينا ان احنا نستعملها حتى لو احنا مش عايزين، هو الانترنت وكده. استعمل النت في وقت معين وبهدف معين، وان انا احدد الوقت ده واحدد الهدف ده قبل ما ابدأ استعمل النت، وان انا استعمل النت من البي سي مش التليفون، لان التليفون بتبقى سهلة السكرول والحاجات دي من غير ما تحس اصلا، وبيبقى سهل. فكل ما الموضوع بقى سهل عليك، كل ما بتسهل الغلط او تضييع الوقت او فعل الحرام عليك، وكل ما بتصعبه خلاص، يعني كل ما بتصعبه على نفسك بقى صعب ان انت تعمله. ولان الانترنت من الاسباب اللي هي ممكن يعني يكون جايبه لك الفتنه كده لحد عندك، انت ممكن تكون مش عايز تفتن، مش عايز ترتكب حرام، مش عايز تكلم بنت، مش عايز تعمل، بس ده كله جاي لك لحد عندك، فاهم؟ انت ما اجتهدتش عشان فتحديد الهدف، تحديد الوقت، تحديد المده كمان، عدم استعمال النت بدون اسباب، وغض البصر لو عيني وقعت على ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. لان بقى طبيعي جدا ان انت مثلا في الشورت بتاعت اليوتيوب، الاعلانات، الحاجات دي كلها بقى يظهر لك حاجات مريبه بمعنى الكلمه. فانت لو مش قادر ان انت تفصل خالص، على الاقل قلل من الكلام ده بقدر الامكان. مش عايز ان انا انتظر رد فعل من حد، لان انا كنت في صراع نفسي الفتره اللي فاتت، اكمل في اليوتيوب ولا لا. طب انا ممكن يكون عندي محتوى، انا ممكن اكون اقدر افيد حد، ممكن على قد ما انا شايف نفسي سيء في حاجات كتير، بس فعلا ممكن يكون في حد شايف فيا حاجه كويسه، شاب مثلا من سني او اصغر مني او حاجه، شافني بعمل حاجه كويسه ليه ما يعملش زيي، او شافني بتجنب حاجه وحشه ليه برضو ما يعملش زيي. فانا برضو بضيع على نفسي ثواب كبير. وقعدت كتير جدا افكر، طب هل اكمل ولا لا؟ هل مثلا حب الظهور ده مسيطر عليا ولا لا؟ هل النية مش خالصة لأجل وجه ربنا سبحانه وتعالى ولا ايه بالظبط؟ ففعلا توصلت ان انا مش عايز اظهر خالص، وان انا اقل بكتير من ان انا اظهر. ولكن بعد كده اكتشفت ان انا لو انا هكون احسن، وممكن فعلا في ناس تكون احسن بسببي، ليه انا ضيع على نفسي الثواب ده يعني؟ وليه ما زاحمش الناس اللي بتعمل حاجات كتير غلط؟ وليه ما زاحمش العالم افكاري اللي هي ممكن تكون صح؟ الفلوج ده همنتجه وهنزله، بس مش هيكون باين غير فعلا لما احس ان انا حطيت رجلي على الاقل على بداية الطريق، لما احس ان انا قطعت شوط، او فعلا اثبتت لنفسي ان انا عندي شيء من الصدق. الله المستعان.